السلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. معلي جات متأخرة معليش. المهم اليوم مازال ما جربتوش اللحم ولا اي حاجة ولا ماكلة ولا بطاطا ولا فيها السبيرة. يعني راكم راطيين تاع الصح. ماكلتها تجي بنينة 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 حتى فات لها. رانا شعال من عام غير مدسوسين ومحطوطين. جاء الوقت باش تجبدوه وتخدموا بيهم. هنايا شوفوا راح ندير لكم شحال من غوصات كنت دايرتها فيها. انا رمضان كامل وانا نطيب فيها وديما نطيب فيها. شوفوا لدرجة انها بدات تكحل من تحت، راكم تشوفوا فيها هرم من ما الحواشي. هي تكحل، معليش قاعد تحكيها ما تروحش. المهم كطيبوها وما تديلكمش اقتصادية اقتصادية 100%. وما تديلكمش لا زيت لا والو. يعني تقدري ما ديري فيها حتى حاجه، تيتا تاع زبده ولا مارغاري ولا سمن وانتي درتي طيابك. ولا تحبي ثاني ما ديريش فيها، ما ديريش فيها نهائيا. المهم هنايا هذه جبت لكم الفكره هذه تاع السوبير هذه اللي ديما كانت محطوطه شحال من عام مصدره. دركا جا الوقت باش نجبدوها. المهم هذه هنايا شوفوا ديروا فيها اي حاجه. هنايا راني دايره بطاطا فيها. هنايا ما ديري والو، تقطعي البطاطا تغسليها عادي، ديري معاها لي زيبيس، ديري معاها ثوم، معدنوس ولا قزبر. هذا مكان لي زيبيس كامله. وتخدموها كيما هكا وتخلطوها وديروا معاها شويه زبده. الماء بغيتو لاصوص يكون معاها ديروا معاها قد كاس تاع ماء. ما بغيتوش لاصوص تجي ناشفه وتجي تعرف بنتها تهبل. ثاني ديروها غير كذاك بلا ما تحطوا فيها الماء. المهم انا نعطيكم افكار وانتم دبروا راسكم، بصح جربوها وقولوا لي في التعليقات. جربوها برك وشوفوا. سيرتو اللحم دركا تاع العيد هي صح تشد الطياب، بصح بنتها تجي مليحه، يجي محمر، يجي فيها يهبل. قلت لكم انا درت فيها هذو وصفات كاع من رمضان راهم عندي، وحاولت باش نجمعها لكم. المهم انه الفكره بغيت نعطيها لكم كيفاش ديروا. على بالي اي دار ما تخلاش من هذا السبيره. يعني اللي راكي خازنتها غير جبديها، ما تخافيش عليها، ما تطرطق ما والو. ديريها في الكوشه لداخل، غل فيها بالورق الزبدة، وزيدي فوقها الومنيوم وحطي الغلاقة وخلاص. انا هذه عندي زوج. انا الاولى هذيك اللي وريتها لكم الاولى بغلاقتها، هذه ما كانتش عندي الغلاقة بصراحة. كنت راح قاعد نغرس فيها، ندير فيها نغرس فيها وندير فيها ورد. المهم انايا كي شتهم كاع يديروا فيها وكاع الاخر قلت والله نجربها. من ثم نهار اللي جربتها وانا ما هيش خاطيتني، ديما نطيب فيها. قلت ان شاء مزيه اللي ما ضيعتهاش. ما كانتش عندها هذه العلاقه. شوفوا كيفاش ندير لها. ندير لها ورق الزبده ها راه وين من التحت ومن الفوق. ندير فيها الالومنيوم والصاي، ما ندير فيها لا غلاقه لا والو، غير كيما هكا نطيبها وندخلها في الكوشه وطيب. شوفوا كيفاش طابت. قلت لكم باللي حتى البنة خرافية والله العظيم، روعة. البنة تاعها روعة. وهنا انا ديما ندير البطاطا كيما هكا. انا البطاطا من كثرتها ما نقليهاش، ما نقليش انا كاع البطاطا. قليل وين راح نقليها. يعني هكا نفحات برك. بصح كثرتها البطاطا نديرها كيما هاك لولادي. شوفوا والبنة ما نحكي لكمش على البنة. هنايا مره واحده اخرى ثاني درت البطاطا. هنايا انا ديما قلت لكم البطاطا نديرها كيما هاك. هنايا درت لكم شعال من غوسات باش تشوفوا وتنوعوا التنويع. ما هذاك الروز ديروا فيها الروز، شوفوا يخرج ولا اروع. روز، الحم، زيتون، زيتون مرقه، جلبانه،
شوفوا هادو كل جربتهم في رمضان، كل طيابي كان غير فيها، بكل صراحة طيابي كان غير فيها. وتجي فيها واحد البنة وحدها، ما تشبعوش منها ما كلتها. ودرك كيما راه عندنا اللحم تاع العيد، هذه هي تقدروا دير فيهم. شوفوا هنايا راني درت طاجين زيتون في سطها، وشوفوا كيفاش خرج اللحم فيها. هذه كل وصفات تاع رمضان. شوفوا كيفاش خرج فيها محمر ومجمر. يعني تاكلوا صباعك من وراه. وهنايا شوفوا كيفاش جات. يعني خبرتكم قلت لكم والله العظيم كون ديروها ما تزيدوش تخطوها، خلاص تولوا طيابكم غير فيها. جلبان، قلنا جلبان تقدري دير فيها طاجين جلبان، الروز، بطاطا، الحم، هادو كاع تقدروا ديروا فيهم. فلفلة مقلية ثاني تجي فيها روعة. جواز مثلا، مرقة هكا بطاطا، تخلطيها بالخضرة وقاع تجي ثاني شابة، تجي تهبل. يعني كي تذوقوها ما تزيدوش تبعدوه، ما تزيدوش تنسوا البنة تاعها. انا هنايا خليتكم هكا باش تشوفوا هكا البنات، وسمعوا مروة شاه باغا تقول لكم توحشتكم. ديروا لايك على الفيديو.